معلومة عرفتها، لما عرفتها غيرت حياتي في رؤيتي للتغيير. عشان كده ربنا قال في القرآن: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ليه ربنا قال كده؟ لأن أي حد عايز يتغير، الحي الذي لا يموت معاك يفتح لك الأبواب المقفلة وييسر عليك كل عسير. فما تيأسش أبدا أبدا، إن الشخص اللي عنده يأس هو الشخص اللي مش هيعرف ياخد خطوة لقدام ولا يفهم رسائل ربنا اللي اللحظات مليانة بيها. فلا تيأس، واوعى تنكر إنك محتاج تغيير، وبلاش منطقة الراحة. اللهم يا رب العالمين دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير، وأعنا على ما أردته بنا من تغيير، واكتب لنا في كل خطوة التيسير، إنك بنا يا ربنا لطيف خبير. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على افضل الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. فيديو جديد ويوم جديد معاكم. روتين النهارده حلو جدا، هيكون تنظيف عميق في اوضه الاطفال. بصوا هنا ده الكومودينو بتاع بوسي اصلا، فخلتني رسمت لها كده سحابة وقصتها، وهي قعدت تلون فيها وكتبت بقى بسملة بقى وسحابة وحاجات بقى حطيتها على ايه، على الكومودينو بتاعها اللي يعني بتغير شكله يعني. انا ما بحبش تلزيق الورق دوت والبهدله دي، بس ايه عشان خاطر انا مديها حريتها في اوضتها بس. ما تعملش اي حاجه في الشقه بره، لان كانت على طول تقصقص ورق وترسم، هي بتحب الرسم والالوان قوي، وتقعد بقى ايه تحط لي في الصاله والانتريه بره، فانا كنت بقول لها لا، فبسيبها تاخد حريتها شويه في الاوضه، لان هي بتحب ايه الرسم والالوان. كمان جيت الجزء دوت. هنا انا كنت حاطه دي طبليه اللي احنا بناكل عليها، بس مش على طول، يعني احنا مش بناكل عليها على طول، فالفتره دي مش بناكل عليها، فحطها لهم هنا، ركنين عليها بقى الشنط وال والبتاع اللي بيذاكروا عليه دوت وكده. وبنتي كانت مطبقه الطقم بتاعها بتاع المدرسه، ومطبقه معاه الدفايه اللي هي بتلبسها تحت طقم المدرسه، وهي رايحه ايه الصبح، لان بيبقى الجو برد جدا طبعا. فايه هي قالت انا هظبط نفسي، هي كده ظبطت نفسها بصراحه. فقالت لي انا هظبط نفسي، قلت لها ماشي خلاص ظبطي نفسك. بص انا بديهم الحريه كامله في اوضتهم، عشان خاطر يعني ايه، انا بص بقول لهم نظموا نفسكم، وبشوف كل واحده بتنظم نفسها ازاي، الطريقه بتاعتها بتكون ازاي. بحاول بعد كده بقى، بعد ما بشوف طريقه كل واحده فيهم ببتدي اقول لها ايه الصح وايه الغلط. فانا اوقات كتير بشوفهم ان هم بيظبطوا نفسهم او بينظموا نفسهم بطريقه حلوه، يعني لحد ما حلو. يعني الشنطتين حطاهم كده بسمله بتاعه الدرس وبتاعه المدرسه جنب بعض، وانا حطيت شنطه ياسين دلوقتي وساجده حاطه هدومها كده، عجبني يعني الطريقه احسن ما يكونوا مرميين في الارض. النبيتي بقى اللي جوه التسريحه ده بسمله حطاه. دي طريقتها، فاوقات ما بتعجبنيش بصراحه طريقتها دي، فبقول لها لا تطبقوا تحطوا في دولابها. هو كنت طبعا غسلاه وكان نضيف، وهم قالوا إيه احنا هنظبط نفسنا، فقلت خلاص تمام. فانت خلي ولادك تديهم بس يعني تقولي لهم ظبطوا نفسكم او نظموا حاجتكم، وتشوفوا هم هيعملوها ازاي، تشوفي دماغهم واصله لايه. بعد كده بقى انت تبتدي تقول لهم اذا كان ده صح او غلط، بس اهم حاجه تشوفي ولادك دماغهم بتروح لفين، اهم حاجه تكتشفي دماغهم. تمام. انا هنا حاطه الدولاب ورا الباب. آه وبوريكم هنا جنب السرير، بصراحه كانت الاوضه متبهدله تماما جنب السرير هنا، من ايديهم ورجليهم وكده وهم نايمين. مش عارفه يعني مع ان رجلهم نظيفه، بس مش عارفه ما بيوسخوه الحيطان، الاماكن دي بتبقى موسخه ازاي. المهم ايه، هعمل بقى تنظيف عميق كده تحت السرير، وهشيل كل الحاجات اللي انتوا شايفينها معايا دي. بس قبل لو كملت معايا الفيديو يعني لغاية دلوقتي، ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك مني كل جديد. وكمان عايزة شير للفيديوهات بتاعتي، اهم حاجة شير عشان قناتي تكبر بيكم، وعشان قناتي توصل لأكبر عدد من المتابعين. تمام. وبحب اشكر كل المتابعين بتوعي اللي دخلوا جديد في القناة، طبعا كل فيديو بيدخل لي متابعين جداد، بجد نورتوني وشرفتوني. وردة مني ليكم لكل ورداية دخلت قناتي جديد. زي ما انتوا شفتوا كده انا زقيت السرير، ما شلتش المرتبة بعد كده زقيته، لا عشان خاطر المرتبة احطها على السرير التاني، يعني كده بيكون اسهل. فبزق السرير كله، وبعد كده اروح نقله المرتبة، وطلع بقى ايه الحاجة اللي تحت السرير. طبعا زي ما احنا عارفين كل البيوت المصرية لازم الكراتين بتاعة التلاجة او الغسالة او كده تتحط فوق اللوح. بصوا انا رفعت المرتبة وبطلع الحاجة اللي تحت السرير، انا والله ما اعرفش اصلا في ايه تحت السرير اصلا، يعني انا اصلا ناسية.
فطلعت الدفايه وطلعت الكرتونه دي بقى والمفرش الاحمر دوت. وعايزه اقول لكم ان انا دايما بنضف تحت السرير، حتى بدليل ان هو الارضيه نظيفه. الأرضية نظيفة، مش فيها تراب وبهدلة وكده. بالنسبة بقى للورق ده، ما هو يفرق بقى ما بين التراب والورق. الورق ده عشان خاطر ده عيب في السر بتاع أوضة الأطفال، إن هو فيه حتة مفتوحة من تحت زي ما انتوا شايفين كده. يعني هو السرير ولا مفتوح خالص ولا مقفول، فلو ما هتجيبوا الأوضة أو سرير أو أي حاجة زي كده، يكون السرير مقفول كده على الارض عشان مفيش اي حاجه تدخل ما بين السريرين. عندي المسافه صغيره، في اي ورقه تقع في الارض تلاقوها دخلت تحت السرير على طول. قلم، استيكه، لعب، اي حاجه ممكن فردة شراب تدخل. يعني بعرفكم ان المسافه كبيره فبيتدخل اي حاجه يعني تحت السرير. فده عيب في السرير يعني. تعالوا كده الاول نشوف تسابيح وبعد كده ارجع معاكم ونكمل الفيديو تاني. ايه اللي جابك دلوقتي؟ انا. انتي اللي جيتي؟ طب جيتي ليه؟ مش كنتي قاعده تلعبي؟ طب ماما بتعمل ايه؟ ماما بتعمل ايه؟ ايه؟ قوق. ماما بتقوق. طب لما ماما بتروق انتي طالعه ليه؟ طب تروحي تقعدي قدام التلفزيون بره؟ ليه؟ لا هنا. طب الجو ايه؟ استني الجو ايه؟ ايه؟ برد. الجو ايه؟ بن ولا برد؟ بن. طب ماما بتعمل ايه؟ قوق. انتي بتشمي ريحه الترويق من على بعد كده فبتيجي تنامي هنا كده على الارض، ولا احط لك المرتبه؟ احط لك المرتبه دي، ولا تنامي على الارض؟ تنامي فين؟ زي ما انتوا شفتوا التسابيح كده، انا بكون مسرباها وهي مش عارفه بتعرف منين ان انا قاعده بروق زي ما هي بتقول يعني وكده. وابص الاقيها طلعت لي بقى تقعد تلعب في الحاجه وتبهدل في الحاجه وتحب قوي ايه وانا بنقل الحاجه من مكانها كده تقعد تلعب. المهم انا على طول كده ايه ايدي على طول تحت السرير عشان خاطر الحاجه على طول بتدخل تحت السرير. فاول باول برفع نص المرتبه من هناك كده ناحيه الحيطه، وبكنس الورق اللي تحتيه والحاجه اللي تحتيه، وبعد كده الناحيه التانية. فانا ايه عشان كده تلاقوا دايما تحت السرير نضيف. بس إيه عشان خاطر بقالي شويه كده ما روقتش، قلت خلاص بقى هعمل التنظيف العميق، فبتلاقوا الورق ده. لكن لو السرير بقاله كتير ما تنضفش هتلاقوا بقى تراب كتير ولو حاجه اتدلقت على الارض بيدخل تحت السرير وكده. فالمهم انا شلت السرير الاولاني ده كده خالص تمام. وايه وجبت فلينة يعني كده او فوطة، حطيتها في الطبق اللي انتوا شفتوه معايا ده. الطبق حاطه فيه جزء كده يعني حبة صغيرين من كرور الوان، وحاطه بصوا يعني حاجة بسيطة خالص كده من شاور جل، شاور نستحمى بيه فبيدي ريحة حلوة جدا. وبعد كده بقى ايه حطيت كده الفلينة في المية، وبعد كده عصرتها وحطيتها على المقشة، وابتديت بقى امسح بيها الحيطان من فوق. الموب بتاعي اللي انا بمسح بيه على طول، لقيت الاماكن اللي في الجنب بتاعته اتقطعت، فبصراحة ما دخلتش يعني في البلاستيكة بتاعتها. فقلت خلاص اعمل الطريقة دي اللي هي الطريقة بتاعت زمان شوية. ومسكت بقى كده الحيطان من تحت بنفس برضو الفوطة والمية، بس بكون عصراها شوية وببتدي ايه بقى ادعك باقي الحيطان امسحها. بصراحة بتنضف على طول. وبعد كده بقى ايه رحت جبت الشرشوبة حطيت فيها مية حبة كتار يعني كده، ما عصرتهاش يعني من المية، ما عصرتهاش. وابتديت ايه امسح الارضية. وبعد كده طبعا عصرتها وجيت مسحت مرة واتنين وتلاتة تاني لغاية ما الارض نشفت. الجزء ده انا عايزة اخليه نضيف عشان ارجع السرير تاني مكانه. طبعا اثناء ما انا وقفت الكاميرا قعدت اعمل كذا منظر او اغير في الديكور بتاع الاوضة. بس طبعا يعني انا كنت مغيراه كذا مرة، بس ما فيش حاجة بتريحني غير الديكور بتاعها الاساسي. فقلت خلاص بقى ارجعه تاني زي ما هو. انتوا شفتوا الحتة الفاضية اللي انا كنت واقفة فيها دي؟ انا كنت عايزة احط السرير بدل ما كان بالطول احطه بالعرض، واخلي باقي الاوضة واسع. يعني ادوكوا شايفين السرير اللي على الشمال ده بالطول، والسرير اللي انا بزق فيه كنت عايزه احطه بالعرض. طبعا في عمود، طب حطيته قدام شويه وشلت العمود برضو ما دخلش. شلت يعني بعدت كده عن المكان اللي فيه العمود برضو ما دخلش ما جاش. يعني كان نفسي اجيب العرض ويبقى باقي الاوضه كلها ايه واسعه، طبعا ما جاش خالص
وفرق على 2 سنتي بالكتير او 1.5 سنتي، بس اللي فرق ايه معايا. قلت خلاص بقى هرجعها على نفس النظام تاني. تمام، زي ما قلت لكم اديكم شايفين السرير واسع ازاي، سواء من قدام او من الجنب، المسافه واسعه كده، في اي ورقه اي حاجه تدخل على طول تحت السرير. فخلي بالكم، يعني عندي السرير بتاع اوضه النوم مقفول خالص من تحت، مفيش اي حاجه بتدخل تحت السرير، بلاقيه نضيف تماما. بعد ما زقيت السرير رحت رايحه بقى الحته اللي هي فوق الشاشه، عشان انا لما زقيت السرير في الاول خالص حطيته تحت الشاشه، فاللي كنت عايزه اخليه كده برضو ما جاش، يعني قفل علينا باب الاوضه واحنا داخلين، باب الاوضه ده ما ينفعش تقفليه من السرير. فقلت خلاص بقى ارجعه مكانه وخليه ايه زي الاول احسن. يا رب يكون كلامي واضح لكم وتكونوا فاهميني كويس. وبعد كده بقى ببتدي ايه، خدت الشاشه كده اهو، مسحتها كويس عشان لو فيها اي تراب ولا اي بهدله، بقماشه ناشفه مش قماشه مبلوله، قماشه قطن كده ناشفه، وابتديت امسح اي التراب اللي حواليها عشان خاطر اول باول، عشان خاطر ما يدخلش جواها وتبتدي تبوظ. وبعد كده مش هنسى الكبس، عشان خاطر على طول ولاد تبقى ايديهم فيها حبر فيها اي حاجه، تلاقوا الاكباس الكبس يعني اتبهدل. فدايما بمسحه بصراحه، يعني بلاقي فيه اماكن ايديهم معلمه قوي، فمسحتها وخليتها ايه زي الفل. المكان ده في بعض الناس بتنساه، لما بيتنسي فتلاقوه بقى ايه الوسخ فيه يعلم بقى ويسيب اثر، مهما مسحتيه بيفضل زي ما هو. وجيت بعد كده بقى بعد ما بمسح فوق بنزل بقى على الاماكن اللي تحت دي، امسحها كلها بالقماشه الفوطه يعني المبلوله اللي معايا كده، وبنضفها وبخليها زي الفل. طول ما ايدك في الحاجه وبتنضفيها اول باول، الحاجه هتفضل معاكي نظيفه وتحافظي عليها. انت مش كده مش بتهلكيها، انت كده بتحافظي عليها. بعد ما نضفت تحت السرير ابتديت بقى ايه ارجع الحاجه كلها تاني. طبعا انا شلت الفوط وشلت شلت قصدي اسمها ايه المفرش، وشلت الدفاية، عشان ايه هنحتاجهم بقى الايام الجايه. بص الالواح عندي ملونه شويه، في لوحين الوان هناك، محدش عنده الواح ملونه انا بس. المهم السرير ده ما كنتش جيت عنده، ولا الحيطه اللي جنبه دي ما جيتش عندها. انا بنضف السرير دوت عشان ارجع حاجته فيها، عشان الكركبه يعني وكده، وما تكونش الدنيا جنبي مسحومه. ونضفت الحته اللي هي جنب الشاشه عشان خاطر لو احطه برضو ايه فيها برضو حاجه. وبعد كده هبتدي برضو اعمل في السرير ده زي ما عملت في السرير التاني، بس ما صورتش الجزء ده كله معاكم، لان يعني هي الحاجه بتعاده وعشان الفيديو ما يطولش، فعملت زي الفيديو التاني. زي الجزء يعني بتاع السرير التاني، نفس الحكايه، زقيت السرير وزقيت المرتبه، تنيتها كده اهو ورفعتها. وطبعا تسابيح برضو قاعده قرفاني، مش قاعده ساكته وعمالة تتنطط، قعدت ازعق لها لغايه ما خرجتها بره الاوضه. طبعا الواحد طول ما هو لوحده بيعرف يعمل الحاجه، لكن طول ما العيال حواليه ما بيعرفش يعمل اي حاجه، والعيال بتعطلوا وتاخروا وتتعصبوا. فانا قعدت ازعق لها لغايه ما ايه ما خليتها خرجت بره الاوضه. وبعد كده انا بقى قعدت اكمل هعمل برضو نفس الحكايه. هرفع المرتبة دي احطها على المرتبة التانية. السرير الاولاني انا نسيت احط الكراتين فيه، بس احطها بعد كده. طبعا انا طلعت بقى فوق السرير، طبعا خسينا بقى، مش هخاف بقى اللوح يتكسر بيه ولا حاجة، خسينا طبعا شوية. وقلت خلاص بقى، لقيت السرير ده بصراحة تحتي حاجات كتير قوي. انا وقت ما كنت بوضب الشقة فحطيت بقى حاجات تحت السرير ده بصراحة، وكنت متضايقة منها، اللي هو الفرش بتاع الانتري القديم، والمخدات دي كان فيها الخداديات كان فيها فايبر، والكراتين طبعا بتاعة الكراتين بتاعة الشاشات، فحطيته كله ايه بقى هنا وكده. والبطانية، بصوا المفارش والبطانية دي اللي هما ملهمش اكياس، انا مش حطاهم على الارض، انا حطاهم تحتيهم كراتين كرتونة، زي ما انتوا شايفين الحتة دي كده موسخة على الحيطان. فقلت ايه عملت زي اللي عملته في السرير التاني، بس ما صورتوش معاكم لان هي كنست ومسحت الحيطان من فوق ومن تحت، وبعد كده رجعت الحاجة تاني اللي مش محتاجاها دلوقتي. وبعد كده ايه بقى حطيت اللوح والكراتين. هنا السرير الاولاني رفعته تاني، يعني هو عذاب بصراحة. وحطيت فرش الكنب فرش الانتريه القديم حطيته في الشنطة دي. وقلت ايه احط بقى الحاجة اللي انا مش عايزاها يعني دلوقتي، واحط ايه بقى ابتدي احط الكراتين. زمان ما كانش بيعجبني موضوع الكراتين ده خالص، بس بصراحة بيعدل اللوح، بيظبط كده اللوح، بيظبط المرتبة. فبصراحة يعني هي الفكرة حلوة، يعني مش وحشة. وبعد كده بقى ابتديت ايه آه
ارجع المرتبه تاني. كل اللي عملته في الاوضه ده عملته لوحدي، ولا حد زق معايا حاجه ولا رفع معايا حاجه. قلت لا، خليني كده لوحدي ايه، واخلص الحاجه وعارفه الخطوات بتاعتي ايه اللي هعملها. ابتديت بقى انفض السرير كويس، عشان خاطر كنت خلاص يعني خدت وقت كبير. يعني ممكن يكون في الفيديو خلصت الحاجه بسرعه، بس انتوا عارفين طبعا كل الحاجات دي بتاخد وقت. فابتديت بقى ايه، جبت بقى كده، نفضت السرير وجبت الملايات، رحت حطاها على السرير. قلت عشان خاطر الولاد بقى لو يدخلوا يذاكروا ويدخلوا يناموا كده. فقلت بقى ايه، احط الملايات دي. عايزه اقول لكم يعني انا عامله على كل سرير مخدتين طوال وخداديه. فانا الملايات طبعا كنت مفصلاها بمخده وخداديه، ولما جيت عملت مخده تاني، فطبعا السرير ناقصه خداديه، ناقصه مخده، فكيس مخده. السرير ناقصه كيس مخده. فقلت بقى ايه، البس دلوقتي اي اكياس كده عندي وهتبقى ماشيه معاها وزي الفل عادي، يعني مش اشكال. ليه المخده دي انا عملتها عشان خاطر الجو بيبقى ساقعه، والولاد انتوا عارفين بتلزق في الحيطان، فعملتها عشان احطها لهم جنبهم كده اهو، جنب الحيطه. ف... فطبعا ايه بقى، بس كل بعد كده كل الملايات اللي فصلتها عملتها بكسين، مخده وخداديه. والناحيه التانية برضو نفس الحكايه، تمام. وبرضو وما كانش عندي كيس مخدة، فعملت له ايه، برضو خدادية تانية من اللي عندي وحطيتها كده جنب الحيطة. وبعد كده ايه بقى، ابتديت امسح، تمام. وعشان ارجع الكومودينو، بالنسبه للتسريحه هي كانت في الجنب، فانا كنت على طول اوقات بحطها كده، بشيل المرايه وبحطها كده تحت الشاشه وبيبقى شكلها حلو جدا. عملتها كذا مره وكانت حلوه. بس جم دلوقتي الولاد خلاص كبروا، قالوا لا يا ماما احنا محتاجين المرايه، لا رجعها لنا تاني زي ما كانت. فقلت لهم خلاص. فبصوا المنظر كان حلو ازاي. فقلت خلاص بقى عشان المرايه، لان انا كده شلت المرايه، فخلاص هرجعتها بقى زي ما كانت زي ما انتوا شايفين كده. وحطيت عليها المراية والكومودينو مكانه، وخليت المكان التاني ده فاضي. بفكر كده في فكرة حلوة هبقى اعملها له، استنوها ان شاء الله في الفيديوهات الجاية. ويا رب فيديو النهاردة يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.